ضمن هاد المشي هذا بالمناسبة اليوم العالمي ديال الإعاقة لو هانديكاب اللي كان 3 في ديسمبر، وهذا التظاهرة نظمتها أدابت موب اللي هو يكون أول مركز ديال الرياضة اللي تعطي الإمكانية للناس ذوي الاحتياجات الخاصة باش يديروا رياضة ويتحركوا، لأن الرياضة ما خاصهاش تكون غير للناس الرياضيين ولا الناس اللي عاديين، ولكن حتى الناس اللي عندهم إعاقات ولا عندهم احتياجات خاصة. كانوا معنا دي بارتنير، الناس اللي شاركوا معنا في هذه المسابقة منهم تيبو أفريكا كنشكرهم بزاف على هذه المبادرة وعلى الثقة اللي داروا فينا باش ننظموا هذا المشي هذا، ونجحنا الحمد لله باش أننا نألفوا هاد الناس كاملين باش يتمشاو على واحد المسافة ديال 2 كيلومتر ولا 4 كيلومتر على لا كورنيش، ونقولوا ميساج بأنه ممكن أننا نديروا رياضة ونمارسوا رياضة مهما كانت الصحة ديالنا. حنا اليوم جد سعداء في المشاركة في هذا اليوم العالمي ديال الأشخاص في وضعية إعاقة. كنشكروا اللجنة اللي سهرت على هذا التنظيم هذا، وكنتمنوا الأمور تغير أحسن وأحسن، وتكون واحد رعاية واهتمام بهاد الأشخاص اللي تيعانيوا من هاد المرض اللي هما الآن صبحوا كيشكلوا واحد الفئة مهمة في المجتمع المغربي. وحنا الحمد لله في الميدان الرياضي كنقولوا الكلمات ديالنا، وحتى في المجالات الاخرى كاينين ناس في وضعيه اعاقه كيقولوا الكلمه ديالهم وكيخليوا البصمه ديالهم لا على التاريخ لا على العمل لا على الوطنيه. وكنتمنوا لكل الاشخاص في وضعيه اعاقه رؤيه احسن ان شاء الله في المستقبل. ما كنشكر بعدا اللجنه المنظمه اللي دارت لنا واحد الالتفاته، وهذه المناسبة ديال اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. يعني الشخص المعاق فهو عنده يعني الشيء الكثير، ماشي عنده يوم، هو ديما الشخص المعاق حاضر يعني في الملتقيات الدولية والوطنية.